في يوم من الأيام الثعلب قرر يشتري مصاصة كبيرة لولده الصغير عشان عيد ميلاده. راح لمحل آيس كريم عند الأفيال، لكن صاحب المحل رفض يبيع له، شايف إن الثعالب دايما مخادعين، وقال له إحنا نحتفظ بحقنا نرفض الخدمة لأي حد، فامشي من هنا. الولد كان مكسور الخاطر، وفي اللحظة دي ظهرت الشرطية الأرنب جودي، اتدخلت في الموقف وقالت للفيل أنت عارف إن الزباين عندك بياخدوا مخاط وبقايا مع البسكوت والكريمة؟ وبالكلام ده ضغطت عليه لحد ما وافق يبيع للثعلب. لكن المفاجأة إن الثعلب اكتشف إنه نسي محفظته. جودي لما شافت عيون الولد حزينة دفعت من جيبها واشترت لهم المصاصة الكبيرة. جودي حست إنها عملت خير كبير، وأول مرة تحس إنها قربت من حلمها تبقى بطلة في مدينة الحيوانات. بس بعد شوية شافت حاجة غريبة جدا، الثعلب كان بيدوب المصاصة الكبيرة في 100 سكر ويعبيها في قزازات صغيرة، وبعدين ركب العربية مع الولد واختفوا بسرعة. المنظر خلى جودي تشك، فتبعتهم بدوريتها لحد ما وصلوا للجليد. هناك الولد كان بيسيب آثار أقدام في التلج، والثعلب يصب عليها مية السكر عشان يكون مصاصات صغيرة. وبعد شوية جهز كمية ضخمة وحطها في عربية واتجه يبيعها للقوارض اللي بيشتغلوا في البنوك. كل مصاصة صغيرة كان يبيعها $2، مع إن المصاصة الكبيرة كلها تمنها $15 بس. وبعد ما القوارض خلصوا ورموا العيدان الخشبية في الزبالة، الثعالب جمعوها تاني وباعوها كخشب للفئران اللي بيبنوا في مواقع البناء. كده الثعلب ضاعف أرباحه مئات المرات، والولد اللي الناس فاكرينه ابنه ده مش ابنه أصلاً، ده مجرد شريك مؤقت. جودي اتصدمت وقالت له أنت موقوف، لكن الثعلب ضحك وقال على إيه؟ بيع أكل من غير تصريح؟ دعاية كاذبة. وفي الحقيقة الثعلب ما خالفش ولا قانون، استغل النظام بدهاء، وكمان قلب الطاولة على جودي وعلمها درس قدام الكل. وفي الآخر جودي استوعبت إنها اتخدعت من ثعلب ذكي جدا، وهو نفسه قال لها أنت عمرك ما هتبقي شرطي حقيقي.